باش نحكيو مع زوز ملاعبيه المهدي بن سليمان وعادل السليمي اللي اصبحوا في الموسم هذا يحترفوا اللعب في فرنسا. التجربه هذه كيفاش كانت بالنسبه للملاعبيه هذا؟ عادل، تجربتك تو مع فريق نوت، امورك في فرنسا كيفاش بالضبط؟ والله اموري باهيه. ذولي بعد ما استقريت ساعه والحاجه كانت في المرحله الاولى ساعه استقريت خذيت الدار نتاعي، خذيت معناها اموري كيما تفهمنا في الكونترات نتاعنا. ومن بعد الحاجه اللي سهلتني اكثر معناها خلت عليا اختي ذولي كانت معناها ملات لي الدار كما نقول. توا ما عندي حتى مشكله، لقيت استقبال كبير في نوت، مسؤولين جمهور في البلاد، معناها ما عندي حتى قلق. حاجه اللي باهي لقيت اونترنور كبير، انا نقول كبير خاطر كي تحكي معاه يفهمك. لقيت شويه مشاكل معاه من الاول على خاطر تكتيكمون هو فهمني حاجه كيفاش نلعب وانا فسرت خطوها كيفاش نلعب. انا يظل لي مهنه قدام قاعد يفهم فيا وان شاء الله ان شاء الله نتحسن. انا مش باش نلقى اعذار معناها نقول لا انا ما نجحتش ولا ما نجحتش، ما نجمش نحكم على روحي. انا نحب كيما بديت بشويه بشويه في تونس والحمد لله كيما باش نحب في فرنسا نبدا بشويه بشويه. بدايتك ما كانتش كما كنا ننتظروها، لكن شيئا فشيئا بديت تندمج وبدينا نراو فيك معناها تلعب مقابلات كامله. كي صححت العقد مع نونت معناها فهمنا قلنا اللي ما نلعبش الخمسه مقابلات الاولانيين. قلت راهو 72 ماتش عملناهم عملتهم ندخل واحده واحده، يعني خمسه ماتشات الاولانيين ما نلعبهمش، بعد ندخل بشويه بشويه ناخذ راحتي في عقلي. معناها يا اخي كي مشيت لنونت جماعه بعض قالوا لي لازم تلعب ضد موناكو الجوله الاولى. معناها لقيت باش انا ريكوبيري، لقيت باش نلعب 100%. توا معناها بعد ما عملت تيست فيزيك خير من قبل، ارتحت شويه سافا مازال شويه معناها حسب ما فهمنا مع الطبيب نقص الشارج تاع الانترينمون نقصوا فيه حتى اللي نظلي بعد التريف نتاع الشتاء نورمالمون نوصل كيما نقولوا للتوب نيفو نتاعي. عادل، نحسوك انك في المقابلات ماكش تلعب حر كما تلعب في تونس، مقيد ياسر. معناها الجمهور التونسي يقول له كان عادل يلعب كما جاي يلعب معناها في تونس وعنده الحريه المطلقه فوق الملعب يكون المردود نتاعو احسن. هذاك اش قلت حتى انا كي نعملوا معناها كي نرسموا الخطه التكتيكيه نتاعنا معناها ملزوم باش نطبقها معناها 100%. على اليسار على اليسار ما نتحركش. عندي معناها منافس مباشر لاعب لا عندك وين تمشي بشويه بشويه معناها بعد الماتشات نحكي معاه نقول له مش هذاك معناها ستيل دو جو نتاعي، مش هذاك لعبي. نحب معناها ليبرتي دي ديبلاسمون، نحب نبدا مرتاح كيما نلعب في كيما كيما نلعب في النادي الافريقي. وحاجه اللي فرحت لها اللي يفهم وقاعد يعطي فيه فرصه باش نلعب في البوست اللي انا نرتاح له برشا. لسوء الحظ المسيره نتاع فريق نونت السنه ماهيش على احسن ما يرام، علاش بالضبط؟ والله سايب برشا جوارات وحاجه اللي نلعبوا مليح، قاعدين نلعبوا مليح وقاعدين نخدموا بالكدا، الريزولتا مش قاعد ماشي معنا. ما يلزمناش نشكوا في رواحنا في امكانياتنا. الحمد لله بعد معناها الربح تاع البارح مش سهل لنا برشا حاجات، نلعبوا مليح اون ديبلاسمون ما نخسروش، مش قاعدين نخسروا. توا المشكل اللي في بلادنا توا هذول بعد الانتصار تاع البارح قاعده تسهل برشا امور. حاجه باهي خير، بدينا بالمشاكل والظروف الصعيبه بدات لي خير من نبدا بالساهل ومن بعد تتقلب. انا سنست ديما نبدا في ظروف صعيبه، نحب الظروف الصعاب خاطر كي الظروف صعيبه من بعد تنجح بالكدا. الجمهور التونسي يستنى في اول هدف العادل السليمي مع فريق نونت، وانا كيفهم نتصور في اول هدف، لكن قبل اول هدف فما الهدايا قبل كل شيء. خاطر مش اللي يماركي هو اللي يلعب مليح، بالعكس نحب الماركي بونتو، نحب نعرف اللي معناها نعرف المسؤوليه اللي معناها عندي يعني معناها مسلطين عليها الجمهور التونسي. نعرف اش نتمنى كل تونسي كي يتفرج في التلفزيون يشوف الجمهور التونسي، نعرف كل شيء. وكي نبدا نلعب نحس ان فما توانسه قاعدين يتفرجوا فيا ونقول لهم كيما تمنيت وقلت عادل سليمي ان شاء الله الوحيد، قلت الوحيد اللي يخرج ينجح ان شاء الله نكون في المستوى نتاعهم. مش كما صورت الاحتراف لقيته يلزم برشا تضحيه وبرشا عزيمه. ماكش نادم؟ لا لا بالعكس عمري ما ندمت، لا بالعكس انا ديما نحب نوصل للمخير. وصلت لتاب نحب نوصل للمخير وان شاء الله نقول للجمهور اللي تو يجي نهار واقفين ولا تلفزه تشرفوا تقول هذاك تونسي وهذاك تونسي، وانا نتشرف لي انا تونسي زاد. مهدي، الجمهور التونسي يحب يعرف وضعيتك بالضبط في فريق مارسيليا وفي فرنسا، معناها بالضبط كيفاش يعيش كيفاش يتدرب. والله في مرسيليا وضعيتي معناها الحمد لله لاباس، مستقر معايا الوالده فهمتني تعيش معايا. الحمد لله لاباس معناها عندي دار وحدي وكل شيء وحدي الحمد لله. بدايتك ما كانتش مع فريق مارسيليا، كانت مع فريق الاحتياطيين الريزيرفيست، علاش؟ والله خاطر شافوا كونه مع بعد الاصابه خافوا لا معناها ندخل ماك تعرف الريتم غاديك قوي شويه فهمنا، خافوا لا ندخل لكن معناها تصير شي
تعاود الاصابه ولا حاجه، بدينا معناها خير باش يبداو الماتش الاول ولا الثاني، نبداو معناها بشوي بشوي باش هكاك نتفاداو كل اشكال يصير. اول ما بديت مع مارسيليا بديت لعبت 3 دقائق، ثم مع بوردو قدمت مقابله 65 دقيقه. شنو كان انطباعات المدرب، انطباعات الجمهور، وانت شنو كان انطباعك على روحك؟ ونبدا والله المدرب يظهر لي معناها فرحان، معناها خاطر يعرف اللي مازلت معناها مازال مهدي بن سليمان ما عطاش 100% اللي عنده. انا واحد من الناس تنجم تقول لك اللي معناها مش نقولوا فرحان 100%، بون فرحان اللي بديت رجعت للكومبيتيسيون، معناها رجعت نلعب، وان شاء الله في المده القريبه نرجع معناها كيف الى وجدي جابيري اختيار العمليه والركنيه. اول مخالفه يقول الحكم سين بالخواص، ربما احتسب لمسه يد خارج منطقه 18 متر. نشاهدوا الاعاده، احتسب لمسه يد ضد سيف الدين بالعكرمي. اذا مخالفه لمسه يد صلاح النادي البنزرتي على يمين الحارس عادل النفزي. وصلنا الى 84 دقيقه لعب و10 ثواني في المباراه، وتقدم للنادي الافريقي 1-0 بامضاء زهير الذوادي. والتغيير الثالث بالنسبه للنادي البنزرتي. تتنفذ المخالفه، مقاوسه، امكانيه الهدف، والهدف هدف التعادل. لا، يقول الحكم ضربه الجزاء قبل. الحكم سليم بالخواص يعلن على ضربه جزاء ومعها انذار لسيف الدين بالعكرمي. تو نشاهدوا الاعاده. الانذار لسيف الدين بالعكرمي. الحكم سليم بالخواص يقول ضربه الجزاء قبل هدف. هي اعاده للعمليه. مرفوعه الكره من وجدي الجباري، مقوسه بالراس، وسيف الدين بالعكرمي يلمس الكره بيده لكن يكمل العمليه السلا والهدف. لكن سليم بالخواص يقول ضربه الجزاء قبل الهدف. ضربه جزاء خطأ في المحاصرة للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت 86 دقيقه لعب، مع انذار لسيف الدين بالعكرمي. هاي الاعاده. مشكورين زملائنا الفنيين في الحافله. كل الصور والاعادات وكل الصور الممكنه باش تحكموا على كل اللقطات. اذا ضربه جزاء والتنفيذ باش يكون لوجدي الجباري رقم 11. الحكم يطلب من لاعبين احترام القوانين والخروج من منطقه 18 متر. إذا وجدي الجباري يستعد للتنفيذ. وجدي الجباري وهدف التعادل. 1-1 بين النادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي. نقطة صغيرة مش نقولوها، هي يمكن ممتاز وجدي الجباري في تنفيذ ضربة الجزاء بكل هدوء على يسار عادل النفسي. هاي الإعادة. يمكن نقطة صغيرة باش نشيروا لها، هي نقطة احنا نكون موجودين في الملعب نشاهدوا أكثر من مشاهد على التلفزة. التغيير اللي قام به المدرب هو اللي يعمل فارق. علاش؟ لأنه اللاعبين قعدوا متلهين بشكون مش يخرج ونساو المحاصرة. لما تلعبت الكرة الناس مازالت تغزر اللاعب اللي داخل واللي خارج، مخرج جزيري خارج والناس متلهية. أول ما خرج اللاعب اتلعبت الكرة فصارت هنا صار ديزيكيليبر والملاعبية ما تلاوش